احنا بقى اخر الشهر والميزانية بايظة على الاخر، بس على مين؟ عايزة اقولك بقى حمرت الجزر والبصل في الزيت وعملت اكلة بقى ما اكلتهاش بقالي يجي سنة. كان نفسي فيها بصراحة وقلت بقى وقتها دلوقتي. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة، بس يا ريت قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسوله، وتعالوا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. فيديو حلو جدا واقتصادي، وعايزة اقولك انا واثقة ان انت بعد الفيديو ده هتقومي تجربي الوصفة. معانا 3 بصلات كبار هنقطعهم كده كريهات وبالسكينة وهنحطهم في بولة بالشكل ده كده. 3 بصلات 4 بصلات زي ما تحبي. هنحط معلقة صغيرة من الملح، وهنحط معلقة كبيرة مليانة من النشا أو من الدقيق، وهندعك بيها البصل بتاعنا وهنركنه طبعا شوية على جنب لحد ما ينزل المية اللي فيه. هنعصر المية ناخدها نحطها في كيس، هنرميها في الفريزر لأي تتبيلة، وشوية زيت حلوين كده بقى في الطاسة. وهناخد البصل بتاعنا بعد ما صفيناه من المية وهنحمره في الزيت، في زيت حلو كده غزير لحد ما ياخد اللون الذهبي. هنقلبه بس من وقت للتاني كده من الجناب. وطبعا البصل الجديد خلي بالكوا هتلاقوه بيلزق تحت، فخدوا بالكوا قلبوا. وطبعا علشان معلقه النشا والدقيق كمان فنقلب على طول لحد ما ياخد معانا اللون الذهبي. هنشيله بقى ونطلعه كده على مناديل مطبخ ونركنه على جنب. بس اهم حاجه نفرده علشان ما يطراش ويبقى مقرمش. في حله هجيب فيها شويه من الزيت بتاع تحمير البصل، واحط معلقه من الثوم المفروم هحمرها لحد ما تاخد اللون الذهبي. وهكون ضربه حوالي نص كيلو من عصير الطماطم ومصفياه ومجهزاه. اول ما التومه بتاعتي تحمر كده وتاخد لون ذهبي فاتح، هننزل بالطماطم بتاعتنا المتصفيه، وهنبتدي بقى نبهر الطماطم بتاعتنا الصلصه بتاعتنا دي. بس هديها معلقتين صلصه طماطم لان انا حاسه ان اللون بتاعها مش حلو. هنحط بقى معلقه كمون ونص معلقة كمان من الكزبرة الناشفة، وهنحط رشة سكر وشوية ملح. احنا حاطين على التوم ملح، فيعني ما نكترش الملح. وحطيت شوية من الشطة أو شوية من البابريكا الحمراء لو موجود عندك. بعد كده بقى جبت الزيت برضو بتاع تحمير البصل، خدت منه شوية ونزلت بكوباية من الجزر المبشور. دول حوالي يعني ربع كيلو كده من الجزر، غسلاه وبشراه، مقشراه الاول وبشراه بالمبشره. حطيناه يتشوح تشويحه كده في الزيت، وبعد كده بننزل بالرز بتاعنا. ده نص كيلو من الرز، طبعا متنقي ومغسول ومتصفي. هنشوحه كده تشويحه، هديله شويه بصل من اللي احنا محمرينه، وبرده نقلب كده ونشوح كده كله مع بعضه. هحط بقى دلوقتي الملح، وهحط كمان مكعب من مرقة الدجاج. هحط كمان معلقة من الكمون وشوية من الكزبرة الناشفة، وهنقلب كل ده مع بعضه. مش عايزة اقولكوا بقى على الريحة. انا محضرة ربع كيلو من العدس الاصفر غسلاه، بس مش هحطه دلوقتي. هنزود الرز بتاعنا عادي جدا زي اي رز بنزوده، بس زيادة سنة مية بسيطة. هنسيبه بقى يغلي كده على النار، بس نكون ظابطين الملح خلي بالنا. واول بقى ما يغلي كام غلوة هنحط العدس بتاعنا الاصفر، هنسيبه كده على الوش كده دقيقة واحدة، وبعد كده نقلبه كله في قلب بعضه. طبعا هو لسه فيه ميه، فخدوا بالكم ان العدس ما بياخدش سوا خالص. لو احنا حطيناه من الاول وزودناه ممكن الميه تكتر مننا شويه ويعجن وهيبقى وحش جدا جدا. بجد جربوه بالطريقه اللي انا بقولكوا عليها دي، هتاكلوا احلى كشري اسكندراني. وخليكم معايا لاخر الفيديو علشان تشوفوا طريقه التقديم التحفه، بجد هتعجبكم جدا. انا كده هديت عليه النار خالص زي الشمعة، وحطيت البيض بتاعي يتسلق. انا بقى هعمل جنب الاكلة دي ما بتحلاش غير بالطماطم المخللة. عملت الدقة، توم وفلفل احمر وفلفل اخضر وشوية من الكزبرة الخضراء، شوية من الخل، شوية من عصير الليمون والكمون والكزبرة الناشفة والملح. كل ده بيتفرم مع بعضه وبنحشي بيه الطماطم بتاعتنا والبتنجان المخلل، وركنته كده على جنب. كده العدس بتاعي بقى استوى. هحطه بقى في القالب ده كده. انتوا شايفين هو مفلفل ازاي ولونه حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم كمان في الحقيقه احلى من الكاميرا. يعني عايزه اقول لكم ان كمان في الكاميرا مش جايبه الملامح بتاعت يعني حبايه العدس مستويه وشكلها باين مش مهريه. هنحط بقى البصل كده في النص ونزين كده بالصلصه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟
اكله اقتصاديه وطعمها بجد تحفه. عايزه اقول لكم احنا كلنا، مش عايزه اقول لكم احنا كلنا احلى من اللحمه والفراخ كمان. البيض انا قشرته ودحرجته في معلقه سمنه مع شويه زيت، ورشيت عليه ملح وفلفل وشويه كمون، وبقى عندي احلى غدا اقتصادي وسهل جدا. الاكله دي بقالي كتير ما اكلتهاش بصراحه من السنه اللي فاتت. جربي بقى الكشري الاسكندراني بطريقتي، استحاله يعجب منك، وانا واثقه ان هو هيعجبك. ما تنسيش تحطي لايك بقى، وهستنى رايك في الكومنتات.